اهلا بيكم في قناة موفي كينج. ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم الملخصات الجديدة. فيلمنا بيبدأ سنة 2012 لما الدنيا باظت في امريكا والاقتصاد وقع والمجرمين كتروا، وده خلى شركة ويلند الخاصة تتولى السجون، وعلشان يكسبوا فلوس عملوا سباقات عليها رهانات بتتعرض على النت في سجن اسمه الجزيرة النهائية، وبسبب ان السجون اتملت بسرعة عملوا سباق الموت. وبعد كده بنشوف سباق شغال وواحد اسمه جو بيطارد اشهر متسابق واللي اسمه فرانكشتاين وبيفضل يضرب عليه نار، فبيضطر فرانك يطلب من مساعدته كيس تخلع وهو هيتصرف، لكن لما بتخرج للاسف جو بيضرب عليه صاروخ بيخلص عليه. وفي مكان تاني بنشوف مصنع قرر انه يصفي شغله خالص ويقفل، وده ما بيعجبش العمال واللي منهم جينسن، ولما بيروحوا علشان ياخدوا مرتباتهم بيلاقوها نزلت النص، والاداره بتقول لهم روحوا بلغوا، فبيحصل شغب والبوليس بيوصل وبينزلوا ضربه في العمال، وبيحاول جينسن يدافع عن نفسه وبيضرب في العساكر. وبعد ما المعركه دي بتخلص بيرجع لبيته وهو متبهدل وبيقابل مراته وبيعرفها اللي حصل، لكن بتطلع اصيله وبتطمنه انه هيلاقي شغل احسن، وبيروح علشان يشوف بنت الصغيره وبيطمن عليها. ولما بينزل بيلاقي مراته واقعه على الارض، وفجاه بيلاقي حد بيرش في وشه مخدر فبيغمى عليه، وبيشوف اللي عمل فيه كده وبيكون لابس قناع وبيعمل له حركه المسدس. وبعدها بتوصل الشرطه وبيلاقوا مراته ميته والسكينه في ايده، وبيتم القبض عليه بتهمه قتل مراته. وبعد 6 شهور بيتم نقله لسجن الجزيره، وبيدخل زنزانه مع 3 مجرمين بيقرروا يعملوا معاه الجلاشه. وبيسمع الضابط إليريك صوت الضرب وكان مبسوط جدا ورجع يشوف الترحيب، لكن بيلاقي ان جينسن هو اللي مخلص عليهم وده بيضايقه جدا. وتاني يوم وقت الغدا بينزل جينسن علشان ياكل، وبيقول واحد اسمه ليستس الاتنين معاه ان جينسن كان سواق عربيات مشهور. وفجأة بيدخل على جينسن عصابة الأخوية وبيحاولوا يستفزوه، وبيقولوا انه قتل مراته بطريقة فظيعة ولازم يعلموه الأدب، بس هو بيضربهم كلهم، لكن بيجي واحد بيضربه وبيوقعه، وساعتها بيدخل الحراس وبيسيطروا على الموقف. وبياخدوا إليريك علشان يقابل مديرة السجن هينسي اللي بتقوله ان السجن فيه اخطر مساجين في البلد، وطول ما هي موجودة مش هتسمح لحد يبوظ النظام اللي هي عاملاه، وما ينفعش يكسر القواعد خاصة ان ده اول يوم ليه. فبيرد عليها جينسن انه عمل كده علشان يدافع عن نفسه ومش هيسمح ان حد يأذيه، فبتقوله انها قرت الملف بتاعه كويس وعارفة انه كان متسابق مشهور زمان، وعلشان كده بتعرض عليه انه يدخل السباق بدل فرانك لانه مات. وطبعا محدش عارف انه مات وهم فاكرينه في المستشفى خلال ال6 شهور اللي فاتوا، ومحدش هيكتشف اللي هيعملوه لان فرانك على طول لابس قناع، لان محدش يعرف شكله الحقيقي وده هيخلي مهمتهم سهله. ولما بيسالها هي بتعمل كده ليه بتعرفه ان المشاهدين والمساجين نفسهم بيحبوا فرانك، بالرغم انه عمل حوادث كتير وعنده اصابات اكتر، الا انه كان فريد من نوعه وبيرجع اقوى من الاول. وبتعرفه ان في قانون مشهور في السجن، وهو ان اي واحد بيفوز في سباقات الموت 5 مرات من حقه انه يخرج من السجن. وبتعرفه ان فرانك كسب قبل كده 4 سباقات، وهو لو دخل مكانه وكسب السباق الخامس هتخليه يخرج ويبقى حر. فبيوافق جينسن وبتفهمه ان السباق كمان كام يوم ولازم يستعد. وبعدها بتعرفوا على مجموعة فرانك وبتطلب منهم يساعدوه، وبيتعرف عليه الكوتش وليستس وجانر، وبعدين بيروحوا معاه علشان يعرفوه على العربية بتاعته وبيفهموه كل حاجة عنها وازاي يستخدمها. ولما بينزلوا الحوش بيبدأوا يعرفوه على المتسابقين اللي هيكونوا ضده، وبيعرفوه ان الراجل اللي وقعه من العصابة متسابق هو كمان واسمه باتشينكو، وبيقول له الكوتش ان مفيش حد منهم عنده ذرة دم ولازم يتغدى بيهم الاول قبل ما يتعشوا بيه. وبيجي يوم السباق وبيخرج جينسن على المساجين وهو لابس قناع فرانك، وكلهم بيحيوه على اساس انه فرانك فعلا. ولما بيوصل للمضمار بيقول له الكوتش اوعى تتكلم مع اي متسابق، لان فرانك ما كانش بيعمل كده وكان انسان غامض وده اللي خلاه مميز عنهم. وبتوصل البنات المساعدات من سجن النساء علشان يركبوا مع السواقين، وبتركب كيس مع جينسن وبيطلب منه الكوتش يشيل القناع لانها عارفه ان فرانك مات اصلا، وبيقول له ما يقلقش محدش هيشوفه لان الازاز مش هيخلي حد يعرفه. فبيشيل القناع وبياخد راحته في التنفس، وبعدها بيبدا السباق. وبيظهر على جينسن انه متسابق جامد لكن كان اول مره يجرب موضوع الاسلحه ده، فبتساعده كيس وبتخليه ياخد طريق مختصر بعد ما هجم عليه جو، وبيرجع تاني للمضمار وبيكون الاول على كل المتسابقين. وكان في ميزه في السباق وهي الدوائر اللي على الارض واللي على شكل سيوف ودروع وجماجم، واللي بيضغط على السيف بيقدر يشغل اسلحته، واللي بيدوس على الدرع بيشغل الزيت والدخان، اما الجمجمه بتشغل ورا اللي داس عليه درع من الاسنان بيدمر اي حد. وفعلا بيدخل فيها واحد بدري وبينفجر، وبيفضلوا يخلصوا على بعض واحد ورا التاني. وجو كان كل اللي همه هو ازاي يخلص على فرانك واي حد في طريقه كان بيدمره. وبيكون في واحد ورا جينسن مش راضي يسيبه في حاله، فبيشغلوا الزيت وبترمي كيس عليه نار وبتولع في العربيه. وبعدها بيشوف جينسن باتشينكو وهو بيعمل حركه المسدس، وهي نفس الحركه اللي عملها الراجل اللي قتل مراته، وبيعرف ان باتشينكو هو اللي عمل كده. وبتنتهي الجوله الاولى من السباق بتقدم 6 متسابقين بس للجوله اللي جايه. وبعدها بيروح جينسن لهينسي وبيقول لها انه عارف ان باتشيكو هو اللي قتل مراته وهو السبب انه يدخل السجن، وده معناه انه كان قاصد يدخله السباق. فبترد هينسي عليه انه من هنا ورايح لازم يسمع الكلام والا مش هيشوف بنته تاني ابدا، وهتخليهم يعرضوها للتبني وساعتها هتكبر وهي مش عارفه عنه حاجه اصلا. فبيضطر يوافق انه يكمل السباق غصب عنه،
وفي الحوش بيحكي جينسن كل حاجه للكوتش وبيقول له انه متاكد ان هينسي هي اللي ورا كل اللي حصل له وهي اللي عملت كده علشان المشاهدات والفلوس وانه مش عارف يعمل معاها ايه. لكن الكوتش كان مصدوم من اللي قاله لانه ما كانش متوقع يوصل بيهم الشر انهم يعملوا كده في ناس بريئه، وبيقول له انه هيساعده في اللي عاوز يعمله. وبالليل في الورشه وهو بيصلح عربيته بيشوف باتشينكو فبيتعصب وبيمشي وراه، لكن بيهجم عليه العصابه وبيثبتوه. قبل ما يضربوا باتشينكو بيغرز ليستس في ظهره حديده فبيقدر جينسن يفك نفسه وبينزل فيهم ضرب، وقبل ما يخلص على باتشينكو بيضربوا إليريك بالصاعق الكهربائي. وتاني يوم بتبدا الجوله الثانيه كلهم بيتحركوا معاه جينسن، وبعدها بيتحرك ببطء وبيسرع واحده واحده وبيسال كيس لو هي اللي خانت فرانك، فبتعرفه ان هينسي وعدتها انها لو عطلت الاسلحه ومنعته يكسب السباق الخامس هتسيبها تخرج، بس هي ضحكت عليها. وبعدها بيقرب على باتشينكو وبيسبقه وبيطلب من كيس تشغل الدخان، وفعلا باتشينكو ما بيشوفش حاجه وبيلبس في خرسانه في نص الطريق وبيتقلب بالعربيه. وبعدها بيقف جينسن وبيستنى باتشينكو يخرج من العربيه وبينزل له في وسط السباق وقتله قدام كل الموجودين والناس اللي بتتفرج على البث. وبيبص لهينسي فبتتعصب وبتطلب من فريقها يطلع يخلص على كل المتسابقين بالقطر المدرع، وفعلا بيطلع عربيه ضخمه شبه القطر وبيخلصوا على واحد ورا التاني وما بيفضلش غير العربيه المدرعه وعربيه جو وعربيه جينسن. فبيتصل جينسن بالكوتش وبيطلب منه يوصله بجو، وبعدها بيعمل اتفاق مع جو بيقول له انهم لازم يساعدوا بعض علشان يخلصوا من المدرعه وبعدها يكملوا السباق عادي. فبيوافق جو، هما الاتنين بيسبقوا المدرعه وبيدوسوا على الجمجمه، فبيطلع الدرع ابو اسنان قدام المدرعه فبتخبط فيه وبتتدمر، وبيكسب جينسن وجو. بتنتهي الجوله الثانيه بتقدم الاتنين للجوله النهائيه. وبعد السباق بيروح جو رجالته لجينسن وبيعرفوا انه اكتشف ان اللي كان في السباق مش فرانك لانه عرفه من صوته، بس هو بيرد انه ما يعرفش اي حاجه من الكلام ده. وتاني يوم بتعمل هينسي اجتماع لكل السجن وبتقول ان الجوله الاخيره هتبدا خلاص وان واحد بس اللي هيفوز، ولو فرانك فاز هيخرج ومش هيشوفوه تاني. وفي نفس الوقت بيروح الضابط إليريك وبيحط قنبله في عربيه جينسن، وبعدها بيروح جينسن لجو بيعرفه انه كان بيكذب وان هو اللي كان في العربيه، وبيتفق معاه على خطه هروب من السجن فبيوافق. وبتبدا الجوله الاخيره وبتبدا بدايه جامده، ضرب هنا وضرب هناك بالاسلحه والرشاشات، وبيقع الدرع الحديد بتاع جينسن فبيجري بسرعه اكتر لغايه لما بيوصلوا لمكان معين وبيتصل جو بيه وبيعرفه ان هو ده الوقت المناسب. وفجأة بيضرب صاروخين بيتفاداهم جينسن فبيضربوا سور السجن، فبيهرب جينسن وجو للكوبري ومنه للمدينة. فبتتعصب هينسي من اللي حصل وما كانتش مصدقة انهم اتفقوا وهربوا اصلا، فبتقرر تفجر القنبلة اللي في عربية جينسن، بس مفيش اي حاجة بتحصل لما بتدوس على الزرار. وده بقى لان الكوتش اكتشف القنبلة وفكها وعطلها، وبتطلع الشرطة والطيارات تطاردهم. فبيطلب جينسن من كيس تلبس لبس فرانك والقناع وتخدع الشرطة لغاية ما هو يهرب مع جو، خصوصا ان قدامها شهرين بس وتخرج، وتقول للشرطة انه هددها علشان ما يحصلهاش اي حاجة. وبينط جينسن من العربية وبتكمل كيس سواقة، وبيقدر جينسن وجو يهربوا. في الاخر بتقدر الشرطة توقف كيس وتقبض عليها على اساس انها فرانك، وفي نفس الوقت بيقدر جو وجينسن يهربوا من المدينة. وبعد فترة بيروح إليريك لهينسي بهدية وبيعرفها انه لقاها قدام السجن ومكتوب انه من معجبينها، فبتفرح وبتفتحها فبتلاقي القنبلة، وساعتها بيفجرها الكوتش فيهم وبيخلص منهم خالص. وبعد 6 شهور بنشوف جو وجينسن وهم شغالين في ورشة تصليح عربيات، وبيقول جو لجينسن انهم لازم يعملوا حاجات مشبوهة تكسبهم فلوس اسرع، لكن جينسن بيرفض وبيقول له الحلال مفيش احسن منه. وفجأة بتدخل عليهم عربية بسرعة وبينزل منها كيس بعد ما خلصت العقوبة، فبيفرح جينسن جدا انه شافها وبيعرفها على بنته الصغيرة، وبيقول لها جو انه هيستخدم عربيتها في السباقات وهيجيب فلوس كتير. فبيرد عليه جينسن انه شكله مش هينسى ابدا ايام السباقات وهيفضل على طول في الطريق ده. ودي كانت نهاية فيلمنا النهاردة، وان شاء الله نتقابل مع ملخص جديد. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وكومنت وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الملخصات الجديدة.